هؤلاء هم أشهر علماء ومشاهير كانوا مدمنين. مشاهير وعلماء أدمنوا لفترات طويلة وادعوا أن الإدمان يساعدهم على الإبداع. ستيف جوبز مؤسس شركة أبل. لستيف جوبز رأي في تعاطي عقار الهلوسة LSD من خلال تجربته الشخصية التي بدأت منذ شبابه في الستينيات، وهي أن أحد أفضل الأشياء التي قام بها في حياته هي تعاطي عقار الهلوسة LSD، وأنه يرى أن هنالك جوانب في شخصية أي إنسان لا يستطيع أن يفهمها إلا بعد تعاطي هذا العقار. بوب مارلي مغني، تم القبض عليه وبحوزته الماريجوانا، وكان يسمي نفسه ملك الكنابس وهي عشبة الماريجوانا. مايكل جاكسون مغني، أدمن مايكل الأدوية المضادة للاكتئاب ولقي حتفه بعد تناول جرعة زائدة منها. بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، في مقابلة معه ذكر أنه توقف عن تناول عقار الهلوسة LSD، وأن أقصى ما يتناوله هو حبوب النوم للتغلب على قلق أيام العمل المرهقة. بيتهوفن موسيقي، كان بيتهوفن يعاني من إدمان الكحول، وكان يشرب يوميا وبكثرة حتى أثناء تأليفه للموسيقى. سيغموند فرويد طبيب وعالم نفس، في رسالة خطية كتبها إلى خطيبته حول بحوثه عن الكوكايين قال: أتوقع أن يتفوق بحثي عن الكوكايين على بحث المورفين، فلقد تناولت جرعات صغيرة منه بانتظام لعلاج الاكتئاب وعسر الهضم، وكانت النتيجة أكثر من ممتازة. وبالفعل نشر فرويد نتيجة بحثه عام 1884، وكان أول من اقترح استخدام الكوكايين في علاج الإدمان بدلاً من المورفين. ريتشارد فاينمان فيزيائي حائز على جائزة نوبل. لريتشارد تجربة سيئة مع إدمان الكحول، ومع ذلك كتب ذات مرة حول تجربته الممتعة مع عقار الهلوسة بعد تردد طويل، وهو ما استدرجه إلى تجربة الماريجوانا والكيتامين من باب الفضول. بول أردوس عالم رياضيات مجري، كان أكثر علماء الرياضيات إنتاجا في التاريخ، ويحكي كتاب صدر عام 1998 حول سيرته الذاتية قلق زميله رونالد جراهام عليه بسبب تناوله منشطات الأنفيتامينات. كاري موريس كيميائي حائز على جائزة نوبل، كشف كاري عن تعاطيه كميات كبيرة من عقار الهلوسة في الستينيات والسبعينيات، ووصف تجربته مع المنشطات والعقاقير بالمتعة وتحرير العقل. فريدا كالو رسامة، عانت فريدا من مشاكل في العظام وأجرت العديد من العمليات مما جعلها تدمن على الكحول والمسكنات. فرانسيس كريك عالم فيزياء وكيمياء حيوية، روى أحد أصدقاء فرانسيس المقربين منه جدا أن فرانسيس اكتشف تركيب الحمض النووي وهو تحت تأثير عقار الهلوسة. كارل ساغان عالم فلك، أحد المدخنين المنتظمين للماريجوانا، بل أحد أكثر المدافعين عنها، وكتب مقالا عام 1971 تحت عنوان إعادة الاعتبار للماريجوانا، تحدث فيه عن فوائدها. توماس إديسون كيميائي، اخترع الكيميائي الفرنسي أنجيلو مارياني نبيذة الشهير فين مارياني الذي احتوى على خلاصة الكوكايين، وكان المخترع الأمريكي توماس إديسون أحد عشاق هذا النبيذ الذي عرف بإكسير الكوكايين. لا تنسى دعمنا بإعجاب والاشتراك بالقناة للمزيد.